كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص بكره، خليني اقول لك على شويه تريكات بسيطه لو عملتها في السحور بتاعك هيسد معاك اليوم كله. ببساطه احنا عايزين الاكل اللي يقعد في جسمنا اطول وقت ممكن، وكمان يتم امتصاصه على فترات متباعده. صح؟ صح. في البدايه خليني ابدا معاك بشويه حاجات كده بناكلها اول ما الفجر بيأذن، بعد ساعتين ثلاثه بتختفي من جسمك تماما. وهنا انا بتكلم عن الكربوهيدرات زي العيش والرز. الحاجات دي بتزود الانسولين في جسمك مره واحده، فبيخش يمتص الحاجات اللي جواها، وفعلا وقتها بتديك طاقه ونشاط حلو جدا. بس خليني اقول لك انك يا دوبك تنام وتصحى مش هتلاقي اي حاجه من ده موجود، وده لان الجسم بيقدر يتخلص منهم بسرعه شديده جدا. طب انا بقى محتاج ايه اللي يقدر يسد معايا ويكمل معايا لغايه المغرب؟ ورقه وقلم واكتب ورايا. بكل بساطه الطبق المصري المشهور، طبق فول بالسلطه. الطبق ده غني جدا بالبروتين والالياف، والحاجتين دول بيقعدوا في جهازك الهضمي مده كبيره جدا على ما يتم امتصاصهم وهضمهم، وجسمك فعلا يقدر يستفيد بيهم طول الوقت. وتركايه مهمه قوي، لو بعد الطبق ده اكلت موزه او شويه تمر، الاثنين دول فيهم حاجه مهمه جدا اسمها البوتاسيوم. والبوتاسيوم دوره مهم جدا ان هو يحافظ على كميه الاملاح اللي موجوده في جسمك طول ما انت صايم. مهم جدا تختم وجبتك بزبادي قريب، وده مش بس عشان الحموضه، ده كمان له دور مهم جدا ان هو بيحافظ على رطوبه الجسم وبيمنع العطش. ونصيحه بالله عليك، الميه الكتير قبل الفجر بدقيقه ملهاش اي لازمه غير انك هتخش الحمام بعد الفجر ب5 دقايق بالكتير. لو فعلا خايف انك تعطش حاول توزع ال 2 لتر بتوعك من المغرب لغايه الفجر، لكن لما تشرب الكميه كلها في وقت معين جسمك مش بيستفيد نهائي. وبس كده، اتمنى انك تكون استفدت، ولو عايز تريكات تانية اعمل فولو واستنى تريكات طول شهر رمضان.